السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تعال كده يا حبايبي نسمي الله ونعمل كده فطار جميل قوي يا حبايبي ومشبع ومغذي في نفس الوقت ويفتح نفسنا كده على الفطار. هنا يا حبايبي نزلت بمعلقة صغيرة كده من التوم، ومعلقة صغيرة من السمنة البلدي، ومعلقة برضو كمان من الزيت. وهنزل بثلاث بطاطايات كده وسط مقطعاهم مكعبات صغيرة، وغسلتهم وصفتهم كويس كده اهو في المصفى عشان ما ينزلوش بمية معانا في الطاسة. وهنسويها كده بعرقها زي ما بنقول، مش هضيف لها مية خالص يا حبايبي. اول ما التوم كده يا حبايبي خد شميت الريحة، ما خدش لون ولا حاجة، هقوم جاية نازلة نازلة بالبطاطس اهو يا حبايبي. شوفوا ما شاء الله. اديها بقى تقليبة واقوم موطية بقى عليها النار وسايباها كده حوالي ربع ساعة انها تستوي معانا كده يا حبايبي بعرقها زي ما بنقول. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اوعوا تنزلوا لايك لاختكم. الله يسعدكم يا حبايبي يا رب. هنا بقى يا حبايبي شوفوا بعد 5 دقايق دخلت في سوا هي يا حبايبي. قمت جايه ضايفه لها كزبره وكمون وفلفل اسود بس كده. واستكفيت بقى بالملح اللي كان فص الثوم. لو انت عايزه الملح زياده دوقي في الوقت ده وحطيلك نطره ملح كمان. هنا بقى هرب بيضتين اهو يا حبايبي واقوم نازله بيهم كده. هي كانت من الوصفه ممكن تاخد اكتر من كده، بس انا قلت كفايه كده بالمعقول على قد فطار. طبعا عينك ميزانك تعملي الكمية اللي على قد فطارك يا حبيبتي. ربنا يصلح حالكم يا حبايبي يا رب، ويبارك لكم في حبايبكم وينجحهم ويفرحنا بيهم ويشفي مريضهم، اللهم امين. امين يا رب العالمين. كده حبايبي وطيت عليها 5 دقايق اما البيض اتمسك فيها اهوت واستوى. انزل بقى بمعلقتين كده جبنه موتزاريلا لزوم البزبزه واللزلزه وحاجه كده تفتح النفس. معلقتين بساط كده هفركهم كده بين ايديا، افكها طبعا وطبعا مطلعاها من الفريزر قبل ما احتاجها عشان تسيح معايا وتبقى جميله كده. شوفوا حبايبي ما شاء الله، صدقيني هتعمليها وهتعجبك اوي. شوفي الموتزاريلا فيها تحفه. لو ولادك بيعذبوكي في الفطار حاولي جربي الوصفه بتاع اختك دي، جميله ومغذيه ومشبعه في نفس الوقت. شوفي من تحت متحمره وجميله قوي، بس ولادي ما حبوش ان انا اقلبها، عايزين الموتزاريلا هي اللي تبقى من الوش. بس لو قلبتيها هتديكي من تحت كده تحميره جميله قوي. اللهم بارك. تعملوها كده وتتهنوا يا حبايبي. كده بقى فطرنا والحمد لله. وجي وقت الغدا يا حبايبي، قلت اعمل مسقعه. قطعت البتنجان طبعا مسبقا من الصبح ورشيت عليه ملح ثم نزل المادة السمنة بتاعه فطفته وقمت مصفياه في مصفى. وهنا بقى يا حبايبي بعصج لحمة اهو، نزلت بمعلقتين زيت وبصلاية كده كبيرة مفرومة وقرن فلفل برضه بيدي تطعيمة قوي لتعصيجة اللحمة. لو ما جربتوش جربيه حبيبة قلبي. وهنا بقى هسيب اللحمة تاخد صدمة على نار عالية ما توطيش. ننزل بحبان على لورا مفرومين، فلفل اسود، جنزبيل، قرفة، وطبعا ما تنسيش الملح عشان اللهم صل على النبي تدي تهيئي لحمتك كده يا حبيبتي. حاولي ما تكتريش الملح في اكلك طبعا صحة. وما تتعودي على كده يبقى خلاص بقى الواحد يتعود على حدق معين في الاكل. الملح طبعا زي ما احنا عارفين كتره في الاكل ما هو الصحي خالص يا حبيبتي. الله يسعدكم حبايبي يا رب ويديكوا الصحة ويحقق لكم كل ما تتمنوا زيادة، اللهم امين يا رب العالمين. هنا يا حبايبي بنزل بقى بقية البهارات، فلفل اسود وجنزبيل وقرفة وحبهان على لورا وكزبرة ناشفة. هي دي بقى اللي زودت معايا الكزبرة عشان خاطر المسقعة، وهزود معايا كمان فص الثوم عشان المسقعة. لكن في تعصيجة اللحمة العادية ملح وفلفل اسود واللهم صل على النبي حبهان على لورا مطحونين وقرفة وجنزبيل. كل حاجة ولها حاجات يعني. الكزبرة والكمون نزودهم بس عشان المسقعة. هضيف بقى هنا فص ثوم برضو
اطعمها معانا كده ايه المسقعة حبايبي. ولو ما عندكيش صلصة جاهزة من في التلاجة، اعصري نص شفشق طماطم وضيفيه بقى ايه اما التوم كده معاكي في اللحمة يا حبيبتي وتطلع ريحتها جميلة. تقومي ضايفة نص شفشق الطماطم يا دوبك مجرد ما غات غلوة. انزلي بقى واعملي احلى صينية مسقعة من احلى ايد ماما في الدنيا. تعملي الحلو كله لحبايبك يا حبيبتي يا رب، ويفرحنا بيهم وفيهم يا رب. كده حبايبي رصيت اهو الارضية رصة حلوة كده من البتنجان، وقمت ضفت اللحمة. شوفوا ما شاء الله خدت لها غلوة وبقت لونها جميل ازاي. اضيف بقى البتنجان تاني كده من فوق الوش كده يا حبايبي، ونقوم جايين واخدينها غلوة وحاطينها تحت الشواية بتخليها تبقبق كده معاكي، وكل ما زيكي ياخد من طعم بعضه كده بتبقى جميلة اوي. لو مش حابة خديها غلوة من فوق وخلاص. بس انا بقولك على التكات اللي بتخلي معاكي طاجن المسقعة يطلع ولا اروع. ما شاء الله طعم وريحة اللهم بارك. شوفوا حبايبي الورق اللي بنفرشه بيشرب معانا كل الزيت الزيادة، بحيث تبقى معاكي في الاخر طاجن المسقعة خفيف وطعم ولذيذ. شوفوا حبايبي خدت غلوة ما شاء الله اللهم بارك. احطها بقى تحت الشواية 5 دقايق بس وانتي واقفة كده ما تغيبيش عنها. وعصرة الليمونة بقى واغرب بقى يا قلب اخته احلى مسقعة هتعجبك وتعجب حبايبك ان شاء الله يا رب. ما شاء الله طعمة قوي بزيادة. شوفوا حبايبي احلى مسقعة دي ولا ما شاء الله يا حبايبي. حاجات بسيطة لو اتبعتيها هتاخدي معاكي احلى مسقعة واحلى طعم واحلى خفاية. كلنا بنشتكي طبعا من البتنجان والزيت اللي بيشربه، بس اما هتعمليها بالطريقة دي مش هتشرب معاكي زيت خالص. وفي نفس الوقت كمان في الاخر بنقوم جايين مصفينه على قد ما نقدر. شوفوا حبايبي لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك. غمست لقمة وبقي مش مساعدني قلت اجرب التانية كمان. جميلة هتعجبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.